السلام عليكم، أهلا بكم وعواشركم مباركة ورمضان إن شاء الله سعيد ومبروك عليكم. هذا الشهر يدخل عليكم الصحة والسلامة. فيديوهات كتير كنشوفهم في القنوات حاطين المقلي واللي طيب في الفران وهذا، وانا فكرت ندير لكم أكلة خفيفة وزوينة وسهلة وقريبة للأكلة ديالنا تقريبا، ولكن مذاق مختلف ومذاق غزال. هاد الأكلة كتسمى باشا داوود. لذيذة، كنتمنى تجربوها. الرز ديالها الرائع، الكفتة ديالها غير اللي كان مولفين نديروها بمذاق روعة. نتمنى ديروها خفيفة في هذا رمضان، ديروها في الفطور او ديروها في العشاء، وان شاء الله نجيبوا اكل اخرى واطباق اخرى اللي غادي نديرها لكم في هذا الشهر المبارك السعيد، اللي تساعدنا وتساعدكم ونتعاونوا مع بعضياتنا في الشهيوات. ناخذ من عندكم وتاخذوا من عندي. مرحبا بكم. في البدايه كناخذوا البصله. انا خديت درت نص بصله اللي درت على حساب الكفته. هذا الشيء اللي غادي نخلطه مع الكفته على حساب الكفته اللي غندير. المقدار ديال الكفته تقريبا درت شي 600 غرام ديال الكفته. خديت نص بصله، خديت وريقات ديال النعناع ونص فلفله خضراء كنقرطها هكا باش نطحنها. الفلفله خضراء الا كانت كثيره راه شويه كدير واحد المروره، غادي نقص واحد شويه باش تكون متوازيه مع الفلفله الحمراء. كنزيد في الفلفله الحمراء حتى هي، وندير عندي الفلفله الخضراء هي غادي نحيدها الطريف، وغادي ندير جوج سنينات ديال الثوم. هو انا عندي ثوم مطحون، ولكن قلت ندير معاكم هادي، نحط جوج سنينات نقيهم ونديرهم طحن حتى هما. والمعدنوس هو الا كان عندكم تحطوه هكا. كان عندي ديجا مطحون ومكونجولي، غنخليه حتى من بعد وعاد نزيدو. دابا غنطحن غير هادو بوحدهم. كتقدر تطحنهم وتخليهم باينين الا بغيتيهم يكونوا باينين في الكفته. كطحنهم شويه. انا غادي نوريكم كيفاش غادي يكون. نزيد لهم بعدا المعدنوس ونطحنهم مع بعض. هكا الا بغيتوها تكون باينه في الكفته، لان كاين اللي كيبغي يبين في العضات الكفته، يحس بالبصله ويحس بالفلفله. ممكن ديروها غير هكا وكتاخدوها كمان هكا، كتاخدوها وكتصفيوها، تحيدوا داك الماء اللي فيها، وكنحافظوا على الماء ديالها، لان الماء ديالها غنطيبوا به مازال لاصوص. هكا شفتوا كتكون شويه شاده في راسها، الخضره كلها باينه. سينو الا بغيتو غطحنوها اكثر كيف كنحب انا، ماشي بزاف نعلكها، مي نديرها نطحنها شويه اقل اكثر بليتو. باردون، غنزيد نطحنها شويه هكا. هذا القياس باردون، القياس اللي كيعجبني هو هذا، ولكن حتى الا كانت شويه غليظه كتكون زوينه. غادي ناخذها نحيد منها هذاك الماء ديالها، نصفيها، وناخذ الكفته ديالي. درت شي 600 غرام، وندير العطريه. ما بغيش ندير العطريه بزاف باش ما تطغاش ليا على الده اللي كاينه.
درت غير الملحه والكمون. هذه البابريكا ديال تونس حاره بزاف، ولكن كتعجبني انايا. اللي ما بغاش الحر يدير غير التحميره العاديه. كنعجنوهم مع بعضياتهم. كيف قلت لكم ما بغيتش العطريه بزاف نديرها باش تبقى اللذه زوينه. فاش كنجمع نخلطها مزيان كنديرها كويرات شويه كبار بحال هكا. غادي نبقى كنكور فيها حتى نكمل هذيك الكفيته كلها. وهاد لاصوص وغادي نديها بعدا نبدا نقلي فيها في المقله نديرها طيب. ولاصوص غنزيد عليها واحد 2 معالق هذاك الماء ديالها. غنزيد 2 معالق ديال مطيشه ديال الكونسونطري ونديرها فوق النار. نزيد عليها شويه ديال زويته العود، ما غندير لها حتى شي حاجه. ونزيد عليها واحد كاس لاروب الماء قد هكا. درت الماء هادي درتها فوق النار تتحمرات لي من التحت. غادي نديرها ودرتها في الفران تحمرات من الفوق حتى هي. اولا تقدروا طيبوها غير فوق النار وتقلبوها. انا درتها شويه في الفران. كناخذ هذيك لاصوص اللي طيبت كنديرها في الشيمون، وناخذ هذاك المرق ديال الكفته حتى هو ونجمع كلشي هنايا. وكانت عندي واحد طريفه مطيشه درتو الوسط ودرتها في الفران طيب. بالنسبه للروز خديت كاسونس هذا ديال الروز بسماتي، رقدته في الماء. وخديت هنايا حب الهيل والقرنفل والقرفه، وعندي هاد الشعريه الصغيره رقيقه. كنزيد شويه ديال الزيت اللي غنطيب فيه الروز وتحمر فيه الشعريه ديالنا. غنزيد شويه الشعريه تقريبا شي نص كاس ديال الشعريه، وغادي نمشي نحمصها فوق النار. هاي درتها فوق النار، نبقى كنحرك فيها حتى تحمص وتعطيني داك اللون الذهبي. كتجي رائعه رائعه رائعه. هاد الرز بهاد الطريقه طيبوه كيجي من داك الشرفع. نبقى هكا كنحرك فيها حتى تحمص ليا. هي بدات اللون ديالها كيتغير. هذا هو اللون المطلوب. شفتوا كتطلق هذاك البنه ديال القرنفل ديال القرفه وديال الهيل كيطلقوا في هذيك الزويته ومع الشعريه. وكنزيد داك الرز اللي كنت مرقداه نزيدو عليها ونحمصو شي شويه حتى هو. وكيف قلت لكم الرز درت كاسونس ديال الرز بسماتي اللي غادي خصني ندير دابا 2 كيسان ديال الماء، حيث كاسونس ديال الرز يواتي كاسونس ديال الماء، لان هذا الرز لا كاليتي مزيانه كتطلب قياس ديال الرز بقياس الماء. ولكن داك نص الكاس الماء اللي غادي نزيد على حساب الشعريه. الو غندير 2 كيسان ديال الماء ونخليه يطيب. هذا الكاس الاول وغنزيد واحد الكاس مغلي، الماء زدتو مغلي. وغادي ندير الملحه، قياس الملحه على حسب كل واحد اش تيبغي. وغنخليه يطيب. دابا غادي نقص النار على الحد ديالها.
ونغطي الرز ونخليه يطيب على خاطره. ها هو الرز طاب، باقي خاصو شويه ينشف، غنخليه يزيد شويه يطيب. ومن بعد ما طاب ها هو شوف كيف ولا. غادي نزول هذاك القرنفل والقرفه اللي كاين تمايا. ويا سلام على هذا الروز كيف جا يتكل بوحدو بلا حتى حاجه، وجبه بوحدو. المذاق اللي فيه روعه، الريحه اللي كتخرج منه من داك الشرفيع كتشهي. هذا هو الروز ديالي. كناخذ هذاك الكفته من بعد ما خرجتها من الفران، وكنحطها بحال هكذا من الفوق. جربوا هاد الاكله واعطوني رايكم، تتجي لذيذه لذيذه لذيذه. كناخذ شويه لاصوص ونزيدها حتى هي من الفوق. هذه مطيشه اللي قلت لكم كانت عندي، زدتها من الوسط فالفاش بغيت ندخل المول الفران، زدت هذاك طريفة مطيشه باش يزيد يعطيني لذة، وتا هو تيتكال غزال. وها الطبق ديالنا، شوف كي تيجي، ولكن خاصكم تذوقوه وتاكلوه واعطيني رايكم. لذيذ 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 وزوين. وهذه اكله شرقيه، نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله واعطوني الخبر. شكرا.